السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة زي ما عودتكم قبل ما نخش في موضوع الحلقة بتاع النهاردة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو. اللايك بيساعد بشكل كبير جدا ان هو يوصل لكل الناس اللي مهتمية بالتأشيرات وتعديل الأوضاع، وتعمل سبسكرايب للقناة عشان يجيلك كل جديد بينزل وكل الفيديوهات اللي بتنزل، وسيب لي في الكومنتات أي استفسار عند حضرتك وأنا إن شاء الله هرد على 100% من أسئلة حضراتكم. نسمي الله ونتوكل على الله ونخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة، وهو للأسف ما يزال مكاتب النصب. أنا مش مسميها مكاتب الهجرة أنا بسميها مكاتب النصب والضحك على الدهون والنصب على فلوس الناس وعلى شقى الناس ما زال لسه مستمر. النهاردة للأسف شخص تواصل معايا شخصيا تمام على الماسنجر، حكالي ان هو راح لأحد المكاتب المشهورة جدا اللي الإعلانات بتاعتها مغرقة الفيسبوك، وشخص بيطلع يتكلم ويقعد يقول آيات قرآنية ويتكلم والحكاية والرواية. أخد من شخص النهاردة وعمل معاه تعاقد ب60,000 جنيه، 30 ثم 30، علشان خاطر إنه هو يعمل له فيزة بحث عن عمل في البرتغال. طيب الموضوع دلوقتي يا جماعة واضح ان هو النصب بدأ يكبر اكتر. يعني في الاول ان انا كنت بطلع بقول للناس في الفيديوهات ان هو بينصبوا عليكم، ان هو الموضوع مش سهل جدا، الموضوع مش صعب جدا، والموضوع سهل جدا، وان هو بيعمل لك شوية اوراق وترجمة بعض الاوراق وبياخد منك الرقم ده كله، انما هو ما بيعملش اكتر من كده. طب تعالى شوف مثلا هو بيساعدك بعد ما بتاخد الفيزا؟ لا. بيساعدك في السكن؟ لا. بيعمل لك الحاجات دي كلها؟ لا. تعالى اتكلم معاه في الجد يقول لك انا هساعدك. حتى العقود اللي انت بتمضيها بيبقى مكتوب فيها ان انا هساعدك مش ان انا هجيب لك، وفي الاخر بتروح تدفع 60 و70 الف جنيه. ده كان في الاول. دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقينا بندفع ال60 و70 الف جنيه في نوع فيزا مش موجود اصلا بقى خلاص. يعني دلوقتي الموضوع بقى ان انا بروح للمكاتب وبدفع الارقام اللي بقولها لحضراتكم دي علشان خاطر نوع فيزا مش موجود. واللي مش متابعني يا جماعة، فيزة البحث عن عمل في البرتغال اتلغت، اتوقفت، وحتى جميع الناس اللي حاجزة مواعيد، الكلام ده رسمي من على موقع السفارة البرتغالية في القاهرة، خش راجع ورايا. تمام. خلاص اتلغت وهتبقى هجرة كفاءات، يعني هتبقى فيزة للكفاءات. طب ايه السيستم اللي هيكون؟ لسه مفيش اي حاجة. طب هتبقى نظام نقط زي كندا؟ لسه محدش عارف، مفيش اي حاجة. الموجود على الويب سايت الرسمي ان هو هتبقى هجرة كفاءات. هيمشوها بقى نقط، هيمشوها وظائف معينة، هيمشوها مش عارفة ايه، هم بلدهم وهم يحطوا القوانين اللي هم شايفين ان هي الصالح لبلدهم. انما نوع فيزة البحث عن عمل في البرتغال يا جماعة اتلغت. عشان بشوف اعلانات يقول لك لا ما اتلغتش، اتغير المسمى بتاعها. لا، اتلغت. ما تقولش وتضحك على الناس ان هي اتغير المسمى، لا، هي نوع فيزا اتلغت، اسمها اتغير وبقت بنظام مختلف عن الفيزا السابقة، قولا واحدا. فللأسف الشخص ده وللأسف مضى عقد، هو داخل بقى في سكة قضايا وسكة محاضر. ربنا يوفقه بقى ويعرف ياخد حقه تاني. بس فالفيديو ده يا جماعة عشان خاطر نوع الفيزا دي اتلغت، وعشان خاطر ربنا يا جماعة ما تعملوش حاجة مع مكتب يا جماعة، سواء تتعامل مع مكتب في اف اس، بي ال اس، الما فيفا، تي ال اس. والله العظيم ثلاثة الموضوع اسهل مما تتخيلوا. خش يا باشا على الويب سايت بتاع ايا كان المسمى اللي انا قلته دلوقتي، اعمل عليه اكونت. تمام. حضرتك ما بتعرفش تفهم الانجليزي؟ مفيش مشكلة، افتح الموقع ده على جوجل وهتلاقي فيه 3 نقط فوق كده، بحضرتك بتدوس عليهم هتلاقي كلمة ترانزليت او ترجمة. هيترجم لك الصفحة بالكامل كأنك بتقرا كتاب عربي. وهتمشي على الخطوات، يقول لك حط الاسم الاول، حط الاسم الاخير، حط رقم الباسبور، حط البريد الالكتروني بتاعك، حط الباسورد. تمام. هتاكتف بعديها، خلاص بقى ليك اكونت. هيجي لك ميل على الجيميل بتاعك ومكتوب فيه كلمة اكتف اكونت، اكتف الاكونت بتاعك، خلاص انت كده بقى ليك اكونت رسمي. خش بقى بعديها اختار البلد اللي انت عايزها. خلاص اخترت كده تمام. اختار نوع الفيزا اللي حضرتك عايزه، سواء سياحة، ترانزيت، هجرة، ايا كان بقى بتختاره. وبعد كده بيجيب لك عايز تحجز في اسكندرية لو هو ليه فرع في اسكندرية او القاهرة بس، بتقوم جاي مختار المناسب ليك. وبعد كده حضرتك
بتملى البيانات بتاعتك، الاسم، الرقم اللي موجود في الباسبور، رقم الباسبور، تاريخ الاصدار، تاريخ الانتهاء بتاع الباسبور. وكلها رولز بسيطة جدا جدا جدا. وخلاص شكرا. وبتحدد الموعد بتاعك على حسب انت هتبدأ تحدد الاوراق بتاعتك امتى. ومن على الموقع بتلاقي الابليكيشن اللي حضرتك بتملاه، اللي هو فورم اللي هو يخص نوع الفيزا موجود. يعني انا بقول لك هو مش موجود وحد هيجيبه، لا هو موجود، حضرتك بتخش تعمله داونلود من جوه نفس الصفحه. عايز فيزا سياحه، حضرتك بتقوم جاي داخل محمل الابليكيشن بتاع فيزا السياحه. عايز بقى فيزا بحث عن عمل، فيزا دراسه، ايا كان، بتملى الابليكيشن بتاعها وبتخش بتملاه وبتحطه وبتروح بالصور الشخصيه، وزائد طبعا كشف الحساب البنكي، قيد الفردي، الحاجات اللي احنا كلنا عارفينها دي، قيد عائلي لو حضرتك متزوج، بتدرس، الحاجات دي كلها اوراق كلها روتينيه وكلنا عارفينها. انما بتروح تدفع في مكتب 7 و8 آلاف جنيه ليه فيزا سياحه، وهي اساسا كلها على بعض ب1000 جنيه. بالورق اللي حضرتك هتعمله هتخش لك في 2000 3000 جنيه كلها. هو المكتب اخد منك اكتر من الضعف. مستني طبعا الاخوه بتوع المكاتب يخشوا في الكومنتات. تمام. بس فانت دافع الضعف مره ونص. طب ليه؟ عشان ايه كل ده؟ حرام عليك فلوسك. غير بقى طبعا المكاتب اللي بتقول لك هعمل لك اتش ار ليتر، هعمل لك كشف حساب بنكي، ويلا يا معلم كله ورق مزور. واحنا طبعا الشعب المصري بيحب يستسهل جدا، وهوب اخش هناك خد رفض زائد بلوك كمان. تيجي بعد كده لما تيجي تقدم بقى باوراق رسميه فعلا واوراق سليمه وملفق قوي، تلاقي نفسك بتاخد رفض. خش شوف دلوقتي المصريين اللي في اسبانيا والحاجات الجروبات اللي ماليه الفيسبوك دي، يقول لك انا ورقي تمام جدا. طب انا خدت رفض 2 و10 ليه؟ طب انا خدت رفض 13، خدت رفض 11. انت اكيد عامل اصل اكيد القنصل مش مستقصدك انت. تمام. فده بالنسبه لنوع الفيزا. بتاعه الفيزا البحث عن عمل في البرتغال اتلغت، ومفيش اي اصدار جديد عن نوع الفيزا الجديدة اللي هي هتبقى الكفاءات. ده رقم واحد. رقم اتنين، اديني عرفتك ازاي تعمل اكونت بكل سهولة اهو، وازاي تحجز الموعد بتاعك. ولو ما بتفهمش انجليزي كمان قلت لك ازاي تخلي الصفحة باللغة العربية بالكامل كأنك بتقرا كتاب. بس في حاجة في الخطوات انت مش عارف تعملها، اعمل كوبي حطها على الشات جي بي تي بس، وقول له انا عايز اعمل كذا، هيقول لك تعمل ايه بالتفاصيل، التفاصيل كمان. وهتبقى موفر اكتر من يعني تتكلم مثلا في 5000 جنيه انت موفرهم، انت اولى. بس ده كان موضوع الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش يا صديقي تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة. ولو عندك اي استفسار بخصوص الفيديو ده سيبولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هرد على اسئلة حضراتكم. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو بتاع بكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.